مساء الفل، اهلا بيكم في حلقة جديدة من تحليل على الماشي. كل سنة وانتم طيبين. سنة جديدة علينا، يا رب تبقى سنة سعيدة علينا وعلى كل حبايبكم وعلى كل الناس اللي بتحبوهم. وإن شاء الله تكون سنة تحققوا فيها كل اللي انتوا عايزينه، وتكون سنة مليانة نجاحات وحاجات كتير قوي من اللي انتوا بتحبوهم. انا عارفه ان انا بقالي كتير ما بطلعش، بس الصراحه ما كانش ليا نفسي اطلع، يعني بعد كاس العالم واللي الواحد بيتفرج عليه ويرجع بقى للدوري وقصص الدوري ومشاكل الدوري وتصوير الدوري ومذيعين الدوري ومحللين الدوري. الواحد يعني كان في نقله حضاريه كده، اللي هو ايه ده؟ ايه ده؟ طيب، عايزة سريعا كده اقول لكم اني طبعا كلكم تابعتوا ان الاهلي اتعادل مع سموحة وبعدين اتعادل مع سيراميكا وكسب بالعافية على فاركو في الدقيقة 96. وقبلها كان اتعادل مع طلائع الجيش. ف يعني ما كانتش نتائج احسن حاجة. فالاهلي تعادل في 3 ماتشات لحد دلوقتي، زمالك متعادل في 3 ماتشات برضو. هما الاتنين نفس نقاط نفس النقاط، متصدرين الجدول ب24 نقطة. ولكن الزمالك يتفوق على على الأهلي في عدد الأهداف. انا يعني الصراحة عايزة سريعا بس كده، يعني هتكلم في ماتش سموحة وماتش سيراميكا سريعا كده على بعض الأخطاء وبعض المشاكل وبعض الحاجات اللي حصلت، سواء من اللعيبة، سواء طبعا ماتش سموحة ده كان أسوأ ماتش يعني شفته للاعيبة الأهلي بقالها فترة. ماتش سيء جدا، لعيبة ما كانت أشباح لعيبة، ما كانوش لعيبة حقيقيين بجد. انا كنت مصدومه الصراحه، اكيد دول مش لعيبه الاهلي، يعني ايه ده؟ في ايه يا جماعه؟ الماتش كان سيء جدا، مستوى سيء لاقصى درجه. وكمان كولر، انا كنت شايفه ان كولر كمان يتحمل جزء من اللي حصل في ماتش سموحه بتغييراته المتاخره جدا لغايه الدقيقه 77. بتلعب في كذا لعيب، يعني اوت اوف هيز داي، مش يومه، وانت مصمم عليه في الملعب. طب ليه؟ طب يعني ما تغيره، ما تغيره. ده احنا شفنا في نهائي كاس العالم الارجنتين وفرنسا، وديشامب نزل بتشكيل، وفي الدقيقه 30 لما حس ان الدنيا مش احسن حاجه وحس لا ايه ده ان في مشكله، غير في الدقيقه 30 في الشوط الاول. نهائي كاس عالم مش ماتش دوري. فطبعا يعني الصراحه انا يعني بيني وبينكم، انا كنت اللي هو امتى هتغير؟ دقيقه 77. وبعدين جينا في ماتش سيراميكا الاداء اتحسن جدا. هتكلم على تصريحات كولر، يعني بعد النقاط اللي انا هقولها، اداء اتحسن شويه في ماتش، في ماتش اسمه ايه ده، في ماتش سيراميكا. ولكن الكوره كانت ما كانش فيه توفيق، او الكوره كانت معندة، ما كانتش عايز تخش. بلس ان اسمه ايه ده، اني لسه عندنا مشكله في انهاء الهجمات، لسه عندنا مشكله في اللمسه الاخيره، لسه في مشكله. طب انا مش فاهمه، طب اللعيبه دي ما بتتمرنش ليه على انهاء الهجمات؟ اللعيبه دي يعني مش بنسترس ليه على موضوع اللمسه الاخيره؟ معرفش. طيب، كميه اهدار الفرص مش طبيعي، يعني كميه اهدار الفرص فعلا مش طبيعي. حسين الشحات كان جاي له واحده دي مكانها الجون على طول، على طول. معرفش الصراحه، يعني معرفش. شادي حسين، مش فاهمه. المهم يعني بقى بعيدا عن يعني some details كده، انا حاسه ان في رعونه كده من بعض اللاعبين، وفي اخطاء كتير قوي من كولر. ان انت اللعيب تبقى شايف ان هو مش كويس او مش في مستواه ومصمم انه يفضل قاعد لغايه الدقيقه 70 و77 و80. طب ليه؟ معرفش. طب ما تعمل تغييراتك، ما انت عندك 5 تغييرات،
ليه في سوء اداره في الماتش؟ ليه في سوء اداره؟ لعيب لوى وشه وبتنزله الماتش اللي بعديه يلعب من اول الماتش زي ما تكون بتكافئه. لا معلش حبيب قلبي، لويت وشك اقعد على جنب مكانك حضرتك الدكه، او ان انت بره ال 18. عندنا كتير، عندنا لعيبه كتير، نصعد شباب عادي، عادي جدا. لعيب ما نفذش تعليماتك زي لما انت كنت بتقول على قفشه وجه يشوط هو ضربه الجزاء، وهو اصلا مش في الترتيب، وكان المفروض علي معلول وبعديها عمرو السوليه وعلي معلول. حتى لو علي معلول ما كانش عايز يشوط زي ما الناس ترددت وقالت والكلام ده كله، المفروض عمرو السوليه اللي يشوط، وهو اللي اخذ الكرة وعايز يشوط. طب هو ما نفذش تعليماتك؟ طب انت فين من على الخط في الماتش ده؟ انت فين؟ انت فين من على الخط؟ طب بلاش، طب بعدها يبقى مكافأة ليه انه يلعب الماتش اللي بعده من اول الماتش لحد الدقيقة 90. مش منطقي، مش منطقي خالص. انا شايفة اني في كولر انا بحترمه جدا، وبشوف ان هو مدرب كويس قوي، وبشوف ان هو بيبذل مجهود وبيعمل اللي عليه، وعنده فكر وعنده تاكتكس واللعيبه. لكن في مشكله، انت لازم تبقى حاسم مع اللعيبه. طبعا بكره في ماتش مهم جدا، ماتش الاهلي وبيراميدز. وطبعا احنا عارفين اصلا حساسيات ماتش الاهلي وبيراميدز دايما، يعني ماتش الاهلي وبيراميدز كده يعني بيجي بعد ماتش الاهلي والزمالك، يعني ماتش الاهلي والزمالك وبعديها ماتش الاهلي وبيراميدز. ماتش الاهلي وبيراميدز على طول بيبقى فيه بيراميدز. احنا كلنا عارفين هو يعني بيراميدز اصلا اتعمل واتاسس علشان يستفز وينكش ويضايق الاهلي، مش اكتر من كده، وكلنا عارفين الكلام ده. فيطلع علينا بيراميدز امبارح ببيان يقول لك انا معرفش ليه الاهلي غير ملعب الماتش، مع اني تغيير ملعب الماتش ده عادي. يعني الزمالك كان قبلها مع طلائع الجيش كان غير الماتش، مش عارفه فاركو كانت غير الماتش بتاعه. يعني عادي، عادي ان انت طالما انت رايح تلعب في اسمه ايه ده، في الاستاد البديل بتاعك. انت مش رايح تلعب في حته تانية خالص، انت مش رايح تلعب في مدينه تانية، ولا رايح تلعب في بلد تانية. انا بغير، رايح العب للاستاد التاني بتاعي. يعني انا كل فريق بيحط استادين، فانا رايحه احطه في الاستاد التاني بتاعي. ما علينا. المهم نزل بيان وقال لك حرصا بقى منا على ان العلاقات، ورغم ان ده بيخالف اللائحه احنا مش هنرضى نعمل مشكله علشان حرصا منا على العلاقات مع الاهلي. ده اسمه ايه؟ ده اسمه ايه؟ يعني انت اصلا نادي تكونت علشان تاخد بطولات؟ لا. علشان تحقق نجاحات؟ لا. علشان تكون نادي استثماري؟ لا. انت نادي شركات؟ لا. انت نادي اتعملت علشان تضايق الاهلي، علشان تستفز الاهلي، علشان ترخم على الاهلي، عشان تاخد لعيبه الاهلي بس. فاني تطلع بيان زي ده قبل الماتش، انت مش مفهوم. على كويستشن مارك، لائحه ايه اللي بتتكلم عليها؟ بعدين اللائحه دي اللي انت بتتكلم عليها لو هي تطبق عليك بقى برضو. انت ازاي تطلب حكام اجانب؟ وعلى فكره انا مش ضد الحكام الاجانب، بالعكس الحمد لله ان هم طلبوا حكام اجانب. بس ازاي انت تطلب حكام اجانب للماتش مش بتاعك وبتدفع فلوسه واتحاد الكوره ما بيقولكش حاجه؟ ازاي حد يفهمني يا جماعه. انا فاكره السنه اللي فاتت كويس جدا لما جه الاهلي يطلب حكام اجانب قال لك لا، الاهلي يطلب حكام اجانب للماتشات بتاعته بس، لكن الماتشات اللي هي الاواي بتاعته اللي مش بتاعته ملوش ان هو يطلب فيها حكام اجانب. صاحب الارض هو اللي يطلب. طيب دلوقتي ده ماتش الاهلي مبدئيا، ده الماتش بتاع بكره ده ماتش الاهلي. ازاي بيراميدز يطلب حكام اجانب ويتوافق له عليهم؟ فين اللائحه؟ وفاكره كويس قوي ان السنه اللي فاتت الناس قالوا لما النادي الاهلي طلب الحكام الاجانب قال لك لا، لازم كمان يطلب قبلها ب 14 يوم ويحول لنا الفلوس قبلها ب 14 يوم. حضرتك امبارح بيراميدز طلب وتحول الفلوس امبارح قبلها ب 48 ساعه. ولا هو التعنت ما بيجيش غير على النادي الاهلي؟ ولا هي اللوائح والقوانين ما بتجيش غير على النادي الاهلي؟ انا نفسي افهم اتحاد الكوره ده اتحاد ايه؟ اتحاد ايه ده بجد؟
حد يطلع يفهمنا، حد يطلع يوضح لنا ازاي بيراميدز يطلب حكام اجانب لماتش الاهلي وهو الاهلي صاحب الارض ويتوافق عليه، بلس انه بيطلب قبلها ب 48 ساعه مش ب 14 يوم زي ما السنه اللي فاتت اتقال للاهلي. حد يوضح لي. طبعا يعني الواحد بيشوف مهزله، مهزله والله العظيم، بيشوف مهزله في اتحاد الكوره وفي الكوره المصريه، ويقول لك في الاخر اصل احنا عايزين نتطور، اصل احنا هنبقى زي قطر، اصل احنا نستضيف كاس عالم. ايه اللي انت هتستضيفه؟ ونيله ايه وهباب ايه باللي انت بتعمله اصلا بالناس اللي عايشه في مصالحها، بجمال علام اللي نايم في البطاطس، بحازم امام اللي ما بيخدمش غير الزمالك، ببركات اللي مش عارفه دوره ايه، بكل واحد واخد حته من التورتايه، انا الفريق الاول وانت في الفريق الاولمبي وخلاص على كده. ايه ده؟ ايه ده؟ طيب ما علينا. الاهلي ابتدى ميركاتو الصفقات، ابتدى بكريستو اللي هو محمد الضاوي اللي هو مهاجم النجم الساحلي. المفروض انه خلاص يعني قرب يوصل او وصل وبيعمل الكشف الطبي وهيبتدي الاعلان عنه، ودي حاجة كويسة جدا. كلام كتير قوي عن خالد عبد الفتاح بعد إصابة أكرم طبعا بالرباط الصليبي، ربنا يشفيه ويعافيه. ما بقاش عندنا باك يمين غير محمد هاني. طبعا كريم فؤاد ما بقاش بيتوظف از انه باك يمين، بقى بيتوظف على انه جناح. ف فالنادي الاهلي حب ان هو يتعاقد مع باك يمين، فشايف انه باك يمين بتاع سموحه انسب حد، او يعني ده اللي المفاوضات ماشيه معاه علشان في هتبقى صفقات تبادليه وحاجات زي كده. طيب ده بالنسبة للصفقات. في صفقات تانية كتير جاية، في صفقة مهاجم فوق السن، في صفقة جناح تحت السن. كل التوفيق للنادي الاهلي. اهم حاجه بس ان سرعه التعاقدات وسرعه انهاء الصفقات، علشان احنا عندنا كاس عالم للانديه المفروض يوم 1 فبراير، عندك ماتش مع اوكلاند سيتي، وانت هتسافر يوم 26 باين او يوم 25 قبلها ب5 ايام، فانت محتاج الصفقات تخش وتلعب معاك ماتشات على الاقل في الدوري ماتشين 3 عشان يحصل الانسجام وتقدر ان انت تقف على مستواهم، واللي محتاج تأهيل او اللي محتاج حاجة. فطبعا انا بطالب بسرعة انهاء الصفقات بأسرع وقت علشان اللعيبة الجداد تلحق تخش مع الفرقة يعني. الزمالك عنده بكرة ماتش مع أسوان، وانا يعني بصراحه يا جماعه يعني بجد اللي بيحصل من ليه نادي الزمالك ومن الاعلام بتاعه، بصراحه الموضوع بقى فاهم عدى مرحله يعني مش عارفه اقول ايه بصراحه، عدى مرحله التفكير والواقع. اما يبقى بتطلع في قطر كامل وتحجز قطر كامل، طبعا دي حاجه تحسب طبعا لنادي الزمالك ان هو بيحاول يسهل كل حاجه لجماهيره علشان يروحوا يشجعوا فريقهم في اي حته. دي حاجه تحسب لهم. انا ما اسمه ايه ده، بس يعني مش لدرجه قطر كامل. طب ازاي حجزتوا قطر كامل؟ يعني انا برضو يعني في question mark يعني. عامة ما فيش مشكلة، بالعكس يعني دي حاجة تحسب لرئيس الزمالك. بس التصريحات بقى ملهاش لازمة، يعني في تصريحات بقى ملهاش لازمة بتتقال من خالد الغندور ومن ناس كتير قوي ملهاش يعني منتمين المفروض على الإعلام الزملكاوي. وأنا الصراحة يعني ما عنديش خلاص بقى الواحد يعني زهق من اللي اسمه ايه ده، من الكلام على والردود عليهم بصراحة. آه ما عنديش حاجة تانية اقولها. كل التوفيق للنادي الاهلي بكرة في ماتش مهم، ماتش صعب، عايزين ناخد ال3 نقاط. اتمنى ان اللعيبة يسترجلوا، اتمنى ان اللعيبة يعملوا كل اللي عليهم، ما نشوفش نسخة اللعيبة اللي احنا شفناها في سموحة. واتمنى ان كولر يبقى قاري الماتش كويس، واتمنى ان كولر لما يبقى في وقت تغييرات يغيرها بس.
واشوفكم في حلقة جديدة من تحليل على الماشي. ما تنسوش يا جماعة لايك وشير وسبسكرايب، واشوفكم في حلقة جديدة من تحليل على الماشي.